السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان، نتمنى من الله تكونوا بخير. نتكلموا على واحد الأفير هنا ديال واحد رجل أعمال جزائري، أيوب عيسيو أو أيسيو. تم التوقيف ديالو من طرف إسبانيا، صاحب قناة تلفزيونية عنده الجزائرية تي في 1، كانت عنده في سنة 2019. التوقيف ديالو كان في برشلونة بعد عودته من الدار البيضاء على حسب واحد الطلب. يعني كاين واحد اناكور بيلاتيرال، كاين واحد الاتفاق ثنائي ما بين الجزائر واسبانيا في هذه المسائل ديال العداله وديال توقيف المشبوهين ولا توقيف المجرمين ولا بحال هذا الشكل. تم التوقيف ديالو في برشلونه عائدا من الدار البيضاء. كاينه واحد لابوليميك كانت ندارت، وكان كيقول لك اودي شي وحدين كيطلقوا شي اشاعه على انه موضوع بحث دولي. الانتربول كون كان في موضوع بحث دولي كره تشد في المغرب، لان المغرب منخرط في الانتربول وكيمثل شمال افريقيا وكيمثل افريقيا كامله في الانتربول. التوقيف ديالو قلنا كان في برشلونه في لو 25 7 2026، يعني في 25 في هذا الشهر. قبل من هذا لو 25 7 2026، قبل منها بواحد 4 ايام ولا 5 ايام، كان بيدرو سانشيز فات عند تبون، جلس معاه واحد 3 سوايع، كلا معاه ديك لاطارت من فاز بكاس العالم. تفاهموا على لي كروند لي نعطيك الغاز، نعطيك هادي، نعطيك هادي، ولكن بالمقابل كاع المعارضين وداك الشيء تشدهم لي. الفرق شاسع بين الرجلين، رجل كيخدم بلادو ورجل اخر كيخون بلادو. الرجل الاول اللي هو بيدرو سانشيز بالنسبه ليه غادي يجيب الغاز، غادي يجيبو للبلاد وغادي يجيبو للمواطنين ديالو. والمقابل شنو هو؟ الرجل الاخر واش هو؟ يعطي الغاز مقابل انه يرهب الشعب ديالو، يرهب المواطنين ديالو والمعارضين ديالو، يعني لنزوته الشخصيه. داك الغاز وداك البترول خلاه له باه يدير فيه ما بغا، ما كان مشكل، لان كان غير بسبع زرق تما غير الحلوف. اولا كنا لم تكن مذكره بحث دوليه، والطلب قلنا كان لان كان واحد العلاقه ثنائيه بين الدولتين. هذا ايوب ايسيو كان الى كيتي لاجيري وقيلا في 2019 من بعد لي زيليكسيون ديال تبون. الوغ كونت الى كيتي لاجيري مشى طلب اللجوء في فرنسا. عنده خوتو، عنده واحد 3 ديال خوتو في الاسبان، يعني لي زافير ديالهم في الاسبان. طبعا هنا ملي كتسمع النوم دافير وباترون ديال لي ميديا، وعنده يعني كان عنده وقيلا هو بعدا ينحدر من عائلة غنية، باه تاجر وجدو تاجر، يعني الرزق عندهم من بكري، ماشي شي ناس اللي دي زاريفيست اللي طاحوا على رزق الدولة وداوه. فإذا الرجل رجل غني ولا باس عليه، ماشي شي واحد فقير. قلنا كانت عنده قناة ديالو ان تي في 1، لم يتابع من أجل تبييض الأموال ولا الرشاوي أو شيء آخر، ولم يكن من المقربين ديال نظام بوتفليقة، لأن عرفتوا باللي كاين واحد الصراع ديال الأجنحة ديال لي كلون. دابا هادو اللي وصلوا اليوم ديال تبون يكسجنوا كاع داك اللي كانوا موالين لبوتفليقة. هذا عيسيو ماشي شي واحد كبير، عنده 44 سنة، ما كانش تابع لا لبوتفليقة ولا حتى شي واحد، كان السيد يعني مستقل، ما عندوش حتى شي مشكل. يعني لا بيريود اللي وصل فيها تبون الرجل لم يكن متابع، الرجل كان عادي، ما كان حتى شي حاجة. المهم بعد سدوا له القناة ديالو، سدوا له القناة، هو باع لي بيان ديالو الى كيتي لاجيري، مشى طلب اللجوء في فرنسا، شمها جزائري والجزائري يعرف اش واقع، شمها باللي تبون هادي لعب له شي قالب، لان تبون غدار كذاب فيه كلشي الصفات تاع ولاد الحرام. فاذا الاخر شمها بالذي توقع له شي حاجه، اعطاها. الوغ هنا كنبقاو نشوفوا هاد لافير سي اون افير دو كوا. الوغ هنا كنستمع السي عبدو سمار حتى يوضح في واحد دقيقة ولا دقيقتين هاد لافير سي اون افير دو كوا. L'affaire Ayoub Essiou est d'abord et avant tout une affaire politique. Ce n'est pas une affaire judiciaire et elle ne concerne ni de près ni de loin la supposée lutte contre la corruption ou le combat pour la récupération des biens mal acquis financés
par de l'argent provenant des détournements ou des transferts de devises illicites depuis l'Algérie ou par des détournements d'argent ayant permis l'accumulation de fortunes importantes à l'étranger. Mesdames et messieurs, nous avons obtenu au cours de nos investigations des documents qui démontrent 3 à 4 grandes anomalies de l'affaire Ayoub Essiou, l'homme d'affaires et patron de médias qui a été arrêté au début de cette semaine à Barcelone en Espagne et qui se retrouve aujourd'hui en détention en Espagne à la suite d'une demande d'extradition et d'un mandat d'amener, ce n'est même pas un mandat d'arrêt, qui a été envoyé par les autorités judiciaires algériennes aux autorités judiciaires espagnoles. Nous avons obtenu un document, il s'agit d'un document numéroté, je vais vous donner le numéro, les références de ce document pour étayer nos preuves. Vous connaissez la devise d'Algérie part, on n'aime pas parler dans l'air et on n'aime pas faire des polémiques, on est là pour faire des investigations et des enquêtes. La demande adressée par la Cour d'Alger, par le parquet général de la Cour d'Alger, sous le numéro 05 199 25, adressée le 25 mai 2026, donc récemment, par le procureur général près de la Cour d'Alger aux autorités judiciaires du Royaume d'Espagne. Cette demande, encore une fois, son numéro est le 05 199 25, est une demande d'extradition du nommé Ayoub Essiou, destinée aux autorités d'abord judiciaires françaises. Ensuite, la même copie, la même demande a été envoyée par les autorités algériennes aux autorités judiciaires espagnoles. Avant ايوا صيفطوا لهم واحد المذكر كيقولوا لهم ها السبب ديال التوقيف ديال الرجل. الغريب في الامر ان البعض كيقولوا ربما السيد بيد الفلوس، ربما هذا السيد كان عنده شي حاجه ديال الرشاوي مع كان في الاعلام وعنده مثلا شركه تاع البناء وعنده تجاره، ربما عنده شي يد مع شي كلون ولا شي حاجه. وشنو هي الاخر؟ السيد قال لك دار واحد الوكاله، دارها شي واحد في خوتو باش باع تما ليبيا، قال لك هذيك الوكاله وكاله مزوره. ايوا اسمع، فوقاش هاد الحكم جا؟ هاد الحكم جا غير في هادي ماي في هذا في شهر 2000 في عام 2025 وفي ديسمبر وقيلا تنفذ الحكم، بينما الرجل بقى في الجيري من 2019 حتى وقيلا حتى ل 2021 ولا بقات مشى 2019 خلى الخوت ديالو ريقلوا الامور ديالهم وتبلعت له القناه في 2021 وبقى هادي وهادي وشحال من سنه هو تما وخرج وشبع خرج راه في اوروبا. عاد اليوم عمي تبون فاق، عاد قال له صباح الخير. الور المشكل الحقيقي ديال المتابعة ديال هذا، المشكل الحقيقي هو مشكل انتقام. تبون ينتقموا من الرجل. لماذا ينتقموا من الرجل؟ هذا أيوب عيسيو عنده ديك قناة الجزائرية تي في 1 اللي كانت عنده، وفي لي زيليكسيون ديال 2019 الانتخابات ديال 2019 كان من المساندين ديال عز الدين ميهوبي، وهذا عز الدين ميهوبي كان خصما لمن مجيدو السلطة، مجيدو تبون. الور بعد تعيين صافي غلب تبون وفاز في لي زيليكسيون، السيد مشى عرفها بلي يبقى شي ومن 2019 حتى 2023 ما كانش متابع. دونك هذه القضية قضية سياسية وانتقام لمساندته عز الدين ميهوبي. واخا 2021 تم الإغلاق تاع الجزائرية تيفي رغم أنها تتوفر على ترخيص من طرف وزارة الإعلام الجزائرية، يعني ستي كما نقولوا حنا مرخص لها أغري، ماشي شي قناة اللي نقولوا كانت غير هكا مطلوقة تسرح. في نوفمبر قلنا 2025 متابعة أيوب على تبييض الأموال هو وإخوانه ومتابعته ب20 عام، هذه من داروها في الأخوة. هو حكموا عليه ب20 عام، خوتو ب15 عام، حجز جميع الممتلكات، حتى الصهر ديالو تابع ب7 سنوات.
اش داروا له في الاتهامات؟ متابعة وتبييض الأموال وهذه وهذه، وأنت السيد كان عندك تما وحتى ل 2023 ما كان والو، من بعد عاد ولات المتابعة، واخا حتى خرج الفلوس وحتى مشى، يعني ملي كان يخرج الفلوس ما كنتش درت شي اونكيت ديالك وما عرفتش، لأنهم يعرفون جيدا أن الرجل نقي باع رزقه ما عنده حتى شي حاجة، ما عنده حتى شي الآخر. المسألة فقط مسألة انتقام، يعني أنا غير كارهك لحقاش درت لي واحد ندبر لك جميع الأمور. ولكن الغريب في الأمر أنك أنت الآن من صفت السلطات الفرنسية والإسبانية، كتصيفط لهم كتقول لهم ودي عندك فالسيفيكاسيون ديال واحد الوثيقة اللي هي وشنو هي، اللي هي بروكيراسيون، اللي هي وكالة، دار شي وكالة شي واحد في خوتو باش يبيع ولا شي حاجة. المهم هذه انت هنا في المتابعة في لاجيري نتابعوا بتبييض الأموال وهذه وهذه، ولكن اللي نصيفطو نتا لأوروبا طبعا الإسبان ماديش قد، واخا نورمالمون ما يمكنش يبقاو معتقلينو واحد المدة، لأن كاين واحد القانون صارم ديال الحقوق، ولكن ما عرفناش ملي كتكون الصفقات العورة من جا داك بيدرو سانشيز عند تبون وهذه وقضى الغرض، دونك راه يقضي له شي غرض، يقدر يدير شي. المهم الأمور ما لا تبشر بخير. دونك هذا إلا كان مجرم علاش ما تابعش من 2019 ملي كان تما؟ علاش حتى لدابا، علاش حتى ل 2025؟ كيبقى سؤال مطروح على أن المسألة انتقام والآخر. هاد المسائل يعني الأصل ديالها ملي كتبقى تفكر هو أن هذا أيوب أيسيو كانت عنده قناة تلفزيون، وهاد القناة كانت عنده دي سورس من السلطة من الجينيرو من الآخر كيعطيو خبيرات كيكتب، فإذا تسدات ديك القناة. دابا الاتهام الخطير اللي كيتهموه به واخا ما موضحينوش أنه كيتهموه باللي عنده علاقة بالماك. اسمع مزيان، عنده علاقة بجميع المعارضين الجزائريين، ياك؟ جميع المعارضين الجزائريين هو اللي كيمول، هو اللي كيعطيهم الخبيرات، هو اللي كيجيب لهم الأخبار. فإذا عنده اتهام على أنه هو اللي كيعطي المعلومات لعبدو سمار، كيعطي المعلومات لهشام عبود، وهشام عبود كيقول لك انا تلاقيت مع الشخص هذا، ولكن ما عمرو كيقول لك عطاني شي معلومه ولا الاخر. هشام عبود كان حتى هو في السلطات الجزائريه ملي كان في الجزائر، فاذا عنده علاقه مع السيد. فاذا انت اللي كتعطي وكتمول عبدو سمار، كتعطيهم الفلوس وكتعطيهم المعلومات باش يضربوا الجزائر هو وامير ديزاد وما عطف عليه من المعارضين. اذا المساله مساله شخصيه، مسألة انتقام. بالنسبة لتبون هذه كنا كيستعمل السلطة ديالو والبوفوار ديالو من أجل تركيع الجميع، من أجل نقول لهم لا أريكم إلا ما أرى. بيدرو شونسيز سي كالكان كي اونتران باش يقضي الغرض للبلاد ديالو، باش يجيب البلاد والغاز والاخر صافي، وجميع الطرق تؤدي الى روما معليش، ولكن ما غاديش يقد يدير واحد المخالفات قانونيه، لان خصك تعرف بدا لان ما عندكش الحق انت تتابع السيد، انت واش غادي تسلم السيد للسلطات، ولكن بناء على ماذا خصك تعرف على من غادي تسلم السيد للسلطات. يعني هذا السيد اللي متابع ب20 عام وهذه غير واش وثيقه الزوير غادي توصل بها 220 عام؟ واش هو اللي عاطي وكاله لخوه؟ واش هو طعن فيها؟ نورمالمون انا عاطي واحد الوكاله ولا كاينه وكاله مزوره ياك، وهذاك رزقي، ايوا انا نشكي باللي الوكاله مزوره، زعما نتوما خفتوا عليه، خفتوا له على رزقه وديروا. فاذا المساله مساله شخصيه، المساله ان الرجل كان مساندا لعز الدين المهوبي، المساله ان الرجل اتهم على انه له ولاء بالماك وله ولاء بالمعارضين، وانه كيمولهم وكيعطيهم الاخبار، وهذا الشيء باش كياتاكيوهم من الخارج وكيعطيو هذه المعلومات كلها. اذا هذا هو النظام الجزائري، هذه هي عصابة العسكر، وهذا هو المجرم تبون ما يأتي فسادا في البلاد ولا رقيب ولا حاسب. هذا هو مربط الفرس بالنسبة للناس اللي حرقوا السبتة وبالناس اللي متاجوا. هاد الناس راهم كيجيشوكم، هاد الناس راهم كيديروا في الصفحات وعندهم من الأموال ما لديهم، راهم دايرين فاتحين في مصر واحد مركب ثقافي دايرينه غير باش استقطاب بعض الصحفيين المحسوبين على الصحافه المصريه حاشا لله باش يكونوا كلشي كيف يعطيوهم الفلوس باش يطلقوا لا بروباغندا على المغرب، طالقين صفحات وشارين صفحات تاع مغاربه وكيطلقوا لا بروباغندا على المغرب. حذاري ثم حذاري من هذا النظام المجرم. السلام عليكم ورحمه الله.